الفيديو النهارده هيكون فيه نصايح عن استخدام ال ROG Ally، وهيكون المرجع بتاعك لان هتكلم ازاي تاخد افضل برفورمانس، وكمان هتكلم عن اخر التحديثات اللي حسنت اداء الجهاز في الفتره الاخيره، وهتكلم عن الاختصارات اللي بتسهل تجربتك بشكل كبير، وحاجات كمان لازم تتجنبها وانت بتستخدم الجهاز. اهلا بيكم، خلينا ندخل في الموضوع على طول بدون اي مقدمات. واول حاجه هتكلم عنها هي اول ما يوصلك الجهاز تعمل ايه قبل ما تشغل عليه اي جيم او اي ابلكيشن. الجهاز اول ما تجيبه لازم توصله على الشاحن الاصلي بتاعه، وبعد كده بتشغله عادي زي اي ويندوز بي سي وتعمل له سيت اب وتعمل الابديت بتاع الويندوز سيستم. بتفتح سيتنجز وبعد كده بتروح لويندوز ابديتس وبعد كده بتعمل تشيك فور ابديتس، ولازم كل شويه تعمل تشيك على الابديتس الموجوده دي عشان كمان تتجنب اي اخطاء ممكن توصل لك بعد كده. وتاني حاجه هي انك تفتح الماي ايسوس الموجود هنا وتعمل ابديت لاخر نسخه للبايوس، وهي دي واللي كان في الجهاز مشاكل كتير قبلها وبالابديت ده اتحلت. وكمان تعمل ابديت للارموري كريت الموجود هنا، بتروح على كونتنت وبتروح على الابديت سنتر وتعمل تشيك فور ابديتس، وهنا اخر فيرجن موجوده للارموري كريت. لو انت عندك نسخه قديمه لازم تعمل ابديت. واخر حاجه هي انك تعمل ابديت للاي ام دي سوفت وير اللي هو الجرافيك درايفر بتاع الجهاز، وبتفتحه من هنا. ولما تروح هنا على السيتنجز هيظهر عندك لو في اي ابديت موجود، ودي كمان اخر نسخه محدثه ليه. والوقت تقدر تبدا تعمل انستول للابس بتاعتك والجيمز. طبعا زي ما احنا عارفين السكرين مالتي تاتش، وتقدر ان انت تتحكم فيها زي ما انت عايز، واستجابتها كمان ممتازه. بس تقدر كمان تستخدم الماوس عن طريق انك تحرك الجوي ستيك اللي على اليمين بالطريقه دي، وتستخدم الار بي الموجوده هنا عشان تعمل ليفت كليك، وتستخدم الار تي عشان تعمل رايت كليك زي كده. والاي بوتون بتستخدمها كانك بتدوس انتر، وكمان البي كانك بتستخدم الاسكيب. ولو عايز تعرف كل استخدامات الازرار اضغط ضغطه طويله على الارموري كريت وهيظهر لك كل الازرار باستخداماتها كلها. اما بالنسبه للاختصارات السريعه، فلو انت في اي مكان وعايز تفتح السكرين كيبورد تعمل هولد على الام 1 او الام 2 بالشكل ده وتضغط على الجيم باد لفوق وهيظهر معاك الكيبورد. ولو عايز تفتح التاسك مانجر بتضغط برضو على الام 1 والدي باد للاسفل، وعشان تظهر الديسكتوب بتعمل ام 1 وليفت. ولو انت عايز تعمل الويندوز سويتش بتعمل الام 1 ورايت. ولو انت جوه اي جيم ولقيت الكنترول بتاعك مش شغال او في مشكله، روح على الكوماند سنتر وغير الكنترول مود من اوتو للجيم باد كنترول. وانا دلوقتي هغيره للديسكتوب عشان بستخدم الديسكتوب حاليا، او تخليه على الاوتو. ولو عايز تعمل كنترول الت ديليت المعروفه في الويندوز بتعمل لونج بريس على زرار الكوماند سنتر اللي موجوده هنا. وكمان تقدر تستخدم اي اختصار للويندوز زي انك تقدر تسوايب ما بين الديسكتوبس ب4 صوابع. وزي ما احنا عارفين تقدر تزود الاستورج بتاعت الجهاز عن طريق المايكرو اس اس دي كارد، ولكن في كتير من المستخدمين قابلوا مشاكل كتير بعد ما ركبوه، فانا بفضل انك ما تركبش المايكرو اس اس دي كارد ولو لحد دلوقتي. وتقدر تركب اس اس دي كارد زي ده لو انت حابب، ولكن الحل ده هيتطلب انك تفك الجهاز، وهسيب لكم لينك ازاي تقدر تعمل كده. وتقدر تزود طبعا الاستورج لحد 2 تيرا. مشكله المايكرو اس اس دي كارد اتمنى انها تتحل قريبا بتحديث جديد من ايسوس وما تكونش مشكله في الهاردوير. تقدر تروح دلوقتي للارموري كريت وتنزل البرامج اللي هتشغل عليها الجيمز بتاعتك. هتروح من هنا للكونتنت ومن هنا للجيم بلاتفورم، ومن الجيم بلاتفورم بتلاقي فيها كل المنصات الموجوده زي اكس بوكس واي اب وستيم والايبك جيمز وجي او جي جالاكسي. وبمجرد لما تكون موجود عليها بتضغط بس عليها وهيتعمل لها سيت اب. زي هنا لو انا عايز اعمل انستول لليوبي سوفت كونكت بروح هنا وبعمل داونلود للبي سي، هيعمل معاك داونلود، تعمل له اوبن هيظهر معاك هنا. ولو ما لقيتوش هنا تقدر تعمل اد وتقدر تعمل ريفريش بالاكس وهيعمل ريفريش معاك وهيشوف لك ايه الابس الموجوده، وتقدر تضيف اي برنامج او جيم مش موجودين هنا زي اليوبي سوفت كونكت اللي احنا لسه منزلينه دلوقتي، ونعمل له دان. بعد كده هتلاقيه موجود هنا. انا دلوقتي بتحكم عن طريق اكسترنال ماوس عشان اقدر اوريكم السيتنجز الموجوده في الكنترول مود. اول ما تروح السيتنجز بتلاقي هنا كنترول مودز، لما تعملها كونفيجر
تقدر تعمل كونفيجر للجيم باد وقت اللعب او الديسكتوب، وتقدر تغير اي حاجه موجوده هنا على حسب احتياجك. فلو دوست كونفيجر هنا في الجيم باد مود تقدر تغير اي زرار من هنا وتعمل له ماب لزرار تاني. زي مثلا الحاجه اللي انا بفضلها ان انت تستخدم الام 1 والام 2 وتخليها بدل من الرايت كليك الموجوده هنا وهنا، فتخلي الام 1 للليفت ستيك كليك والام 2 للرايت ستيك كليك. وكمان تقدر تعمل مابنج لاي زرار من الازرار الموجوده هنا. نيجي لاهم حاجه وهي الاوبريتنج مود. الاوبريتنج مود نزل له تحديث جديد وزود النسبه بتاعه التبريد للجهاز ب 5%، سواء كان على البرفورمانس مود او على السايلنت مود او على التربو. وده كان نتيجته افضل لان الجهاز تقريبا ما بقتش توصل درجه حرارته لاكتر من 80 درجه. وعشان الجهاز فيه مروحتين، واحده للجي بي يو والتانيه للسي بي يو، فانت تقدر تظبط كل واحده زي ما انت عايز. فلو انت اخترت هنا مانيوال مود تقدر تغير الفان سبيد بالنسبه لاول واحده، وكمان الفان سبيد بالنسبه لتاني واحده، بحيث ان اللاين الموجود هنا هو درجه حراره الجهاز، واللاين الموجود هنا هو السبيد بتاعه المروحه. فمثلا لو الجهاز وصل درجه حرارته ل 60، السبيد المفروض توصل ل 80. وفي اعدادات اوريدي موجوده كاستمايز تقدر تغير عن طريقها على حسب استخدامك للجهاز. اما بالنسبه للسيستم ستيت هتلاقي كل حاجه موجوده هنا للوضع الحالي اللي موجود عليه. فعشان انا على السايلنت فهتلاقي الار بي ام بتاع كل المراوح نازل شويه. ولو رحت على الايكو اسيست بيبان عندك 2 مودز عشان عمر البطاريه للمود الستاند باي، وانا افضل انك تخليهم الاثنين اون. اما بالنسبه للجي بي يو اسيست موجوده باي ديفولت على 4G، وانا افضل انك تخليها على الاوتو عشان الجهاز ياخد افضل برفورمانس على حسب الاحتياج اللي انت عايزه. شركه ايسوس عامله تسويق ممتاز للجهاز بتاعها، ومش مكتفيه باداء الجهاز نفسه، لا ده كمان عايزه توصله لاقصى درجه من الاداء. عشان كده قدمت الار او جي اكس جي موبيل، وده عباره عن جي بي يو منفصل من نوع الجي فورس ار تي اكس، وفي بيلت ان يو اس بي تايب سي وتايب اي، وفي كمان اس دي كارد ريدر وايثرنت واتش دي ام اي 2.1، وده سعره بيوصل ل $2000 تقريبا. وانا من وجهة نظري انت مش محتاج ده، لان البرفورمانس بتاع الار او جي الاي اكتر من كافي. في جيم ليست موجودة بتوصل ل 120 هرتز، ودي من موقع ايسوس الرسمي، زي اوري اند ذا بلايند فورست، وكمان هيديز والهولو نايت. بس انا جربت عليه دي ام سي ديفل ماي كراي، وكمان جربت عليه سليبنج دوجز وانسليفد اوديسي، وكان ادائهم واصل ل 120 فريم، وكان اداء ممتاز فعلا. بس طبعا لازم تعمل شويه تعديلات في الجرافيكس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.